قبل الحاجة ما تطبخ بكرة خليها تشوف الفيديو ده. الاحتياج اليومي للكوليسترول عندنا 300 مللي جرام للشخص الواحد في اليوم. ال 100 جرام كبدة الطبق الصغير فيه 564 مللي جرام. يعني من أول لقمة أنت أخدت الاحتياج اليومي بتاعك. طب المخ نفس الطبق الصغير ال 100 جرام مخ ده فيه 2000 مللي جرام، 7 أيام كوليسترول في طبق صغير. طب الكوارع يعني فيها دهون بس أقلهم كوليسترول فشغالة. وكل سنة بنشوف ده. العيد بيجي الناس بتضرب اللحمة والفتة والكوارع والكبد والذي منه بتيجي بجلطات في القلب. طب ليه؟ مش عشان كلت لحمة بس عشان الإفراط. جسمك بيتحمل بس لما تضغط عليه أكتر من طاقته في يوم واحد خلاص بينفجر. طب نعمل إيه؟ والله يا باشا بص، الكبدة نص طبق صغير وكفاية. شكرا، مش حرام يعني، شغال. المخ لو حد في البيت عنده قلب عنده كوليسترول يفضل يبعد عن المخ الفترة دي خالص. طيب الكوارع ممكن تتاكل بكميات معقولة وبرضه مش كل يوم. وحاجة تانية ناس مش بتتكلم فيها أدويتها. ناس بقى زيارات وعائلات ونتجمع وناكل وننسى الدواء، فده أخطر من قصة الأكل عامة. فالكبدة مش حرام، نص طبق بس وكفاية على كده. اعمل بقى سيف للفيديو وابعته للحاجة بكرة قبل ما تعمل الأكل عشان ناخد بالنا من الموضوع ده. وكل سنة وانتم طيبين.